السلام عليكم ورحمة الله. يضع مالك نادي تشيلسي الإنجليزي عينه على لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني السابق الذي لا يدرب حاليا أي فريق منذ إقالته من تدريب المنتخب الإسباني عقب خروج هذا الأخير من دور ثمن النهائي مونديال قطر. على حسب صحيفة فيتشاخص الإسبانية، أكدت أن لويس إنريكي سيكون هو المدرب القادم لتشيلسي، أن مالك النادي اللندني يترصد الوقت المناسب لإنهاء خدمات المدرب الحالي غراهام بوتر الذي لم يستطع أن يحقق للبلوز النتائج المنتظرة منه، وقد يصعب عليه كثيرا ضمان موقع له بين الأندية المشاركة في عصبة أبطال أوروبا للموسم القادم. يعرف إنريكي الدولي المغربي زياج جيدا بعد تألقه الكبير في المونديال ومستوياته إلى جانب أسود الأطلس في إقصاء المنتخب الإسباني تحت قيادة ذات المدرب في دور ثمن نهائي كأس العالم. هذه آخر أخبار محترفي المغاربة، في أمان الله ومع السلامة.